رسميا حامد حمدان في الاهلي في يناير القادم. محترف الا ربع يغادر الزمالك في الانتقالات الشتويه القادمه. الاهلي في مفاوضات متقدمه مع هداف البطوله العربيه 2025. حبايب قلب الجبالي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه انا حابب اشكركم جدا على مجهودكم معايا الفتره اللي فاتت واللايكات اللي بتعملوها والكومنتات والسبسكرايب. خلاص الحمد لله خلاص داخلين على 700 اهو. وصلك بقى الفيديو يا معلم، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه عشان تبقى من عيله الجبالي ان شاء الله كل يوم بتكبر عن اليوم اللي قبله. بالراحه كده وعشان نتكلم على وضوح. حامد حمدان اغلب المصادر بتؤكد انه رسميا في الاهلي في يناير القادم. الاهلي عرض 35 مليون جنيه على بتروجيت واعاره لاحمد رضا وتقريبا الحارس سيحه وكذا حد تاني منهم برضو محمد عبد الله الشاب. بتروجيت رفض العرض. ليه؟ رفض العرض لانه جاي له $1 مليون من بيراميدز للنادي ومليون دولار للاعب. بس هنا في حاجه انا بحترم عشانها اللاعب. والله اللاعب ده في الانتقالات اللي فاتت تمرد على النادي بتاعه وده طبعا غلط، بس انا اللاعب ابدالك مره واثنين وثلاثه وعشرة. يا جماعه انا شاري نادي الزمالك، عيلته كلها طلعت قالت ان اللاعب شاري نادي الزمالك. الراجل انقطع عن التدريبات عشان عايز يروح نادي الزمالك، طلع صرح اكتر من مره عن هو وعن طريق وكيله ان هو عايز يروح نادي الزمالك. ايه بقى اللي عمله نادي الزمالك؟ نادي الزمالك عرض 20 مليون جنيه على بتروجيت كانت عايزه 25 ل 30 مليون جنيه. فطبعا ال 5 مليون جنيه دي عملوا ازمه نادي الزمالك والكبرياء اللي عند المسؤولين قال لك لا ما حدش ماشي علينا. عملنا احنا ايه بقى؟ هتجيبنا الصفقه ليناير وخدنا كلمه ووعد من رئيس بتروجيت ان اللاعب يكون لنا احنا في يناير في حاله تقديم عرض رسمي. طيب هل احنا اتعلمنا من غلطه مروان عطيه اللي عملها معانا رئيس نادي الاتحاد السكندري وعملنا كده وقدمنا عرض رسمي بدري عشان ناخد اللاعب اللي احنا محتاجينه، اللي الاهلي انا شايف ان هو مش محتاجه في الفتره الحاليه لانه عنده في نص الملعب تكدس كبير ومفيش بروفايل يشبه حامد حمدان في الاهلي غير ايه؟ غير امام عاشور. طب هل انت اللاعب ده هيجي يلعب اساسي؟ ناس كتير بتقول لك اصل ديانج هيمشي في النادي الاهلي محتاجه. يا جماعه ده بروفايل لاعب وده بروفايل لاعب تاني مختلف خالص. حامد حمدان بيلعب رقم 8 حتى لو لعب 6 هو ما عندوش خاصيه الافتكاك اللي عند مين؟ اللي عند اليو ديانج ومروان عطيه. طيب النادي الاهلي مش محتاجه بس انا كده عادي هرخص عليك عيشتك واخده وافقر اللاعب بتاعك وافقر النادي بتاعك وما خليش عندك ايه؟ ما خليش عندك محتوى، ما خليش عندك لعيبه تعرف تنافسني في يوم من الايام. رجعنا لنفس العشريه السوداء تاني من 2015 ل 2000 من 2005 ل 2015 تقريبا بنفس القيادات ونفس الرؤساء اللي هو ممدوح عباس والشله بتاعته. دخل النادي الاهلي عرض 35 مليون جنيه، احمد رضا، سيحه، محمد عبد الله الناشئ، باشا اعاره بتروجيت. قال لك لا، النادي الاهلي رفع العرض بتاعه ل 50 مليون جنيه. هنا بتروجيت مش خسرانه حاجه، انا جاي ل 50 مليون جنيه من بيراميدز، 50 مليون جنيه من الاهلي. نادي الزمالك لحد دلوقتي بيتكلم مع اللاعب بس كل يوم الصبح عشان يقدر يصحى مثلا حامد حبيبي عامل انت كويس ان شاء الله انت معانا في الزمالك بس كده. طب اتحرك، خد خطوه، اعمل اي حاجه يا معلم. انت في لعيبه جبتها انت ملهاش لازمه بالنسبه لك باكتر من 25 مليون جنيه. ال 5 مليون الفرق دي كان ممكن تروح لحامد حمدان واللاعب ده انت شايف ان هو انت محتاجه، لاعب مفيد بالنسبه لك. اللاعب ده اللي هيلعب مكان عبد الله السعيد او مكان ناصر ماهر لما ناصر ماهر يتعو. عارفين بقى الكلمه؟ طب ما انت ما عندكش بديل ليه؟ انت لحد دلوقتي بتفاوض احمد حمدي عشان يجدد على اي اساس؟ طب ما هو اللي كان هياخده احمد حمدي هياخده حامد حمدان ويمكن اقل كان اللاعب هيديك في الملعب 5 7 سنين قدام وكان عندك استثمار للنادي ممكن تجيبه في اي وقت وتكسب منه. بس احنا ما عملناش كده. عارف ما عملناش كده ليه؟ عشان احنا بنحب نصطاد دايما في الملعب ونشتغل في جو المظلوميه. اهو بتروجيت ما رضيش يدينا اللاعب الصيف اللي فات وهيديه الاهلي دلوقتي في يناير. يا معلم ماليش انا دعوه بالكلام ده كله، انا ماليش دعوه بالاسلوب الاداري. انا ليا ان انا لاعب انا محتاجه وفريقي محتاجه بخش اخلص فيه طالما كان عندي الامكانيه ان اخلص فيه. لان انا رحت جبت لعيبه تاني ملهاش اي صنف اللازمه بفلوس متراكمه على النادي، هدفع من جيب النادي ومن خزينه النادي مواويل لقدام لسنين قدام وقضايا هتترفع وما جبتش اللاعب ما استفدتش منه. زي اللاعب اللي هيمشي معانا دلوقتي في القائمه اللي هنقول المحترف الا ربع اللي هيمشي. طب ما كان الاولى ان انت تجيب لاعب انت هتستفاد منه، صح؟ حد يجاوبني يقول لي ده صح ولا غلط؟ طبعا غلط. طيب اركن بقى حامد حمدان على جنب. اللي بيعجبني في اللاعب اللي انا قلته دلوقتي معلش ان اللاعب اختار النادي اللي هيعمل له شعبيه وبطولات ويثبت له ان هو لاعب محترم يعرف يلعب عن بيراميدز وفلوس بيراميدز. اكيد الاهلي مش هيديله 50 مليون جنيه، اكيد الاهلي مش هيديله 50 مليون جنيه صافي. بيراميدز كان هيديله $1 مليون. فاللاعب خلاص قال لك انا هروح النادي الاهلي ايا كان العرض. انا استنيت نادي الزمالك كتير ونادي الزمالك ما اتحركش بالنسبه لي، ما اشترانيش، انا اشتريت النادي وهو ما اشترانيش. غير حامد حمدان في محترف الا ربع النادي الزمالك جابه وللاسف اغلب الصفحات ومنهم ايطاليا الزملكاوي العزيزه على قلبي جدا اثبتت لنا ان هو فجاه او وضحت ان هو فجاه يا جماعه ده داني الفش الجديد ارون اشوبونج ده ولا ارون اوشينج ده.
لاعب عنده 17 سنه لا يفقه شيء عن واجبات مركزه. الميزه الوحيده اللي في اللاعب حاجتين، هم ميزتين مش ميزه وحيده. اللاعب ده سريع بس، يعني هو كرويا سريع بس. الحاجه الثانيه بقى يرقص دمه خفيف. دلوقتي لما طلعت اخبار ان اللاعب ده هيمشي من النادي في يناير، صفحه تانيه زملكاوي ان اول صفحه نزلت قالت ان اللاعب هيمشي، وقالت يا جماعه ده بيثبت الفشل الاداري اللي في النادي وما الى ذلك. مع العلم اللاعب ده لما كان جاي الصفحه دي نفسها من اكتر الصفحات اللي قالت يا جماعه ده حلو وهينفعنا والكلام ده كله. يا جماعه والله العظيم اللي مودي نادي الزمالك في ده هي ادارته واغلب الصفحات اللي بتدير النادي، اللي بتطبل بس وبتطلع غلطانه في الاخر. طب انت جبت محترف بياخد بالدولار، ما يعرفش واجبات مركزه، ماليش بقى دعوه، هو متقيد تحت السن فوق السن، انا ما استفدتش بيه. لعب معاك ماتش ولا اتنين، واحد اساسي وواحد احتياطي وهيمشي، مش هياخد طبعا مستحقاته، هيروح يرفع عليا قضيه يتوقف عندي القيد. طب انا استفدت ايه؟ هل الفلوس بتاعت اللاعب ده اللي انا ما كنتش محتاجه لو انا وفرتها وحطيتها في صفقه حامد حمدان اللي احنا بنتكلم عليها من شويه، مش كان هيبقى افيد لي كنادي الزمالك؟ مش انا كنت حليت مشكله نص الملعب عندي لسنين قدام في لاعب انا محتاجه وبروفايل مش عندي وقليل جدا لما تلاقيه موجود، وكان هيتقعد لاعب مصري لان هو فلسطيني، كان هيتقعد لاعب محلي عندك في القايمه. ده بقى من عبثيات اداره نادي الزمالك وعبثيات صفحات نادي الزمالك اللي والله بتضر النادي اكتر ما بتفيده. انت بقى استفدت ايه كنادي الزمالك؟ ولا حاجه. عندك الاهلي الجنب الثاني بيفاوض نجم وهداف بطوله الدوري بطوله العرب علي علوان. الاهلي بعد ما كان بيخلص في هذا النعمات ربنا يشفيه ويعافيه يا رب العالمين، جاله رباط صليبي. باشا على طول في وقتها حول مين النجم الثاني في المنتخب؟ هاته. انت متخيل ان يستروب معترض على اللاعب وعايز لاعب بامكانيات اعلى؟ يا رب يا رب اوصل للمشاكل والرفاهيه اللي عند الاهلي. انا موافق على مشاكله وعايز رفاهيته. نادي الاهلي بيخلص في المفاوضات الاخيره مع علي علوان وحاطط كذا واحد في القايمه لتروب اختار اللي انت عايزه. انا مخلص مع اللاعب، قلت لي امين هجيبه، قلت لي مش امين يا باشا اركنها على جنب خليك استبن، زي ما اللعيبه بتعامل نادي الزمالك على ان هو استبن لحد ما اخلص مع غيره. والله غيره ده انا اقتنعت ان انا اجيبه او عرفت اجيبه تمام، ماشي اجيبه تعالى اركني على جنب. انت متخيل هداف البطوله العربيه ما يكون استبن عند الاهلي؟ وانا كزمالك بفاوض لعيبه فاركو بالعافيه وبجيبها بالقسط. احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ انا كنادي الزمالك ايه اللي وصلني لكده؟ اخر مشاكل ارض اكتوبر، وزير امبارح التقى بمجلس اداره نادي الزمالك وفي اخبار مسربه بتقول ان المجلس وافق على الارض البديله. ما هو بصوا بقى عشان نبقى متفقين وبالراحه واحده واحده وتاتا تاتا وخط العتبه. لو المجلس وافق على ارض بديله يبقى المجلس ايده مش نظيفه مبدئيا. لو المجلس ما وافقش على ارض بديله وفضل مصمم على موقفه لحد ما يجي الرد من المحكمه في اخر شهر 2 سواء بالقبول الطعن او برفض الطعن، المجلس ده في الاخر لو الطعن اترفض والدوله سحبت الارض فعلا، المجلس ده لو اعتذر وقدم استقالته ومشي نرفع له القبعه ونقول له انت كنت راجل محترم. المجلس ده لو فضل مصمم على الارض والارض رجعت نادي الزمالك يبقى معلش بعد اذن الجهات المعنيه والسياديه كده الوزير بيدمر نادي الزمالك بكل الجهات. انت بقى كنادي زمالك كاداره انت عايز ايه من السنين اللي جايه؟ عندك حلول، بيع واحد ولا اتنين من نجوم الفريق وحل مشاكلك. ما انت كده كده نجم الفريق مش فايدك. هل مستوى حسام عبد المجيد اللي شفناه مع المنتخب ده يستدعي ان احنا نديله فوق ال 30 مليون جنيه و25 مليون جنيه عشان يجدد معانا وعمال يماطل فينا ويلعب بينا شمال ويمين؟ لا ما يستاهلش. طيب انا بقى كنادي الزمالك استفدت ايه؟ استفدت ان انا عمال اخش في دوامه مره ورا الثانيه ورا الثالثه، قواضي بترفع عليا 8 قواضي او 7 قواضي ايقاف قيد في الفيفا. انت متخيل؟ يا جماعه مسؤولين الفيفا دلوقتي بيجي اي قضيه على نادي الزمالك اسم الزمالك بيتكتب بالانجلش او بالعربي، عارف لو مكتوب بالهيروغليفي وقصاده اي قضيه لاي لاعب حتى لو متوفي بيحكموا على نادي الزمالك عشان السمعه اللي طلعت عليك في الفيفا ان انت عليك قواضي كتير، ان انت بتهرب من دفع مرتبات اللعيبه. طب وبعدين انا لحد دلوقتي بشوف صفحات بتطبل لفرجاني ساسي لمجرد ان هو بينزل ستوري بتيشيرت نادي الزمالك ويعمل كده. يا جماعه ما رفع عليك قضيه ومشي قبل عقده ما يخلص. ده الكلام اللي انت كاداره بعته لي ساعتها، كاداره مرتضى منصور بعته لي ساعتها. تامر عبد الحميد واحد من ابناء نادي الزمالك، انيس تعرف انت ليه بتعمل كده يا كابتن تامر؟ انت عمال بتهد في سكان نادي الزمالك اكتر واكتر ليه؟ ايه اللي انت مستفاده؟ ليه؟ انت كتامر عبد الحميد
لحم كتافك من خير نادي الزمالك، خالد الغندور لحم كتافك من خير نادي الزمالك. ما بيضرش نادي الزمالك غير ابنائه يا جماعه والله. انا مش شايف ان نادي الزمالك مضروب غير من ابنائه، صفحاته، اداراته. اغلب الجماهير اللي بتطبل للنادي على الفاضي وعلى المليان ما بيعرفش ينتقد اللاعب امتى، ما بيعرفش يطبل اللاعب امتى، ما بيعرفش ينتقد الاداره امتى، ما بيعرفش يطبل الاداره امتى. وبعدين يا جماعه من ساعه ما بدات القناه دي من 7 شهور انا بتكلم في نفس المشاكل. والله خلاص مش قادرين. نفسي بقى اشوف النادي بتاعي مستقر، بيكسب بطولات، اللعيبه اللي انا محتاجها اللي بجيبها، اللاعب اللي انا مش محتاجه ما بجيبوش لمجرد ان انا لو جبته هعمل بروباجندا اعلاميه واعمل وهدي الصفحات وهدي الجماهير والبس بعد كده في حيط لسنين قدام. نشتغل صح. هل الشغل الصح ده صعب للدرجه دي؟ لا مش صعب للدرجه دي والله. يا جماعه اي واحد دارس اداره الف ب لو دارس اداره ب 2 جنيه فكه هعرف يدير الازمات اللي عند نادي الزمالك دي ويحلها. لكن انا كنادي الزمالك ضرب عشوائيه من 2005 لحد اللحظه اللي احنا فيها دي. لما كان عندي بعض الاستقرار البسيط الوزير حل النادي، حل الاداره. لما الدنيا خربت تاني رجعهم لي بعد سنه وقال لك اصل النيابه اكتشفت ان مفيش مخالفات ماليه ولا اداريه على نادي الزمالك. يا معلم طب ما انت شكيت او نمت صحيت شكيت ان في مخالفات اداريه على نادي الزمالك، حل المجلس وعينه هو تاني زي ما حصل مع نادي الاهلي من طاهر ابو زيد. صح؟ انما انا بقى ضرب عشوائيه من الاداره، من المسؤولين في الدوله، من الصفحات. انا كنادي الزمالك بموت، نادي الزمالك بيموت، نادي الزمالك بينتهي. طالعين كل يوم تاني نتكلم على الارض 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 الارض. عندنا 7 قواضي كده او 8 قواضي كده. بيع حسام عبد المجيد وحل المشاكل. بيع واحد يا بنتايج يا فتوح اللي عندك 2 لعيبه باك شمال دوليين تعرف تسوق واحد فيهم ويجيب لك فلوس تعرف تحل بقيه المشاكل القديمه كلها. تبدا على نضيف بقى. مشي بقى اللعيبه السكه اللي مالهاش لازمه دي اديها مستحقاتها من البيع ال2 لعيبه دول ومشيهم. وابدا على نضيف. ابدا على نضيف وابني النادي بتاعك والله بيغرق. النادي ده بيحبه الملايين، النادي ده له اكتر من 120 سنه تقريبا او 115 سنه. لو وصلت اللحظه دي معانا في الفيديو اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه.